معلومة خطيرة دازت على الرأي العام الوطني في ظل انشغاله بما يحدث في الشرق الأوسط وانعكاسات ذلك على القدرة الشرائية لجيوب المواطنين في خضم ارتفاع متزايد لأسعار المحروقات من طرف فرقشية المحروقات. هذه المعلومة المختصرة اللي غتعرفوها دابا غتبين لكم إلى أي مدى الحكومة الحالية لا زالت بعيدة كل البعد عن تحقيق أبسط متطلبات المواطنين اللي هي فرص الشغل. باختصار يا سادة، الحكومة عن طريق اللجنة الوطنية للاستثمار صادقت قبل أسابيع قليلة على 44 مشروع كبير بقيمة 86 مليار ديال الدرهم. هاد 86 مليار ديال الدرهم باش تعرفوها هي 11% من الميزانية الكلية للبلاد. هاد المشاريع اللي كلها خاصة واللي غتستافد تقريبا من 30% من دعم الدولة و70% الأخرى غتجيبها من الأبناك اللي فيها المدخرات ديال المواطنين، يلاه غتخلق لنا 20,000 منصب شغل. ويا ريت هاد 20,000 منصب شغل كلها مباشرة، يلاه كنهضروا على 9,000 منصب شغل مباشر وما يقارب 11,500 منصب شغل غير مباشر. طبيعة الحال هذه تعتبر مسرحية ومهزلة كبيرة في سوق شغل كتدخل ليه تقريبا 400,000 طالب شغل كل سنة، وفي واحد الدولة اللي كتوصل مستويات البطالة فيها الأكثر من 13% و1,600,000 معطل عن العمل. باختصار شديد، إلا بغيت نبين لكم الصورة ديال الفرق بيننا وبين اقتصادات أخرى مشابهة غنقول لكم شوفوا الحالة المصرية ومنطقة القنطرة غرب اللي كاينة في قناة السويس، بحيث غتدخلوا وغتقلبوا غتلقاو أنه في 2026 الحكومة المصرية مبرمجة أنها تخلق 72,000 منصب شغل بشحال بفلوس المغاربة ب 15 مليار ديال الدرهم. فين كاين الفرق؟ ببساطة وباختصار، الحكومة المصرية والحكومة التركية وغيرها من الحكومات تركز على جذب استثمارات إنتاج، استثمارات اللي كتنتج لنا بزاف، كتوفر لنا منتجات داخلية بزاف وكتخلق لنا فرص شغل. الحكومة المغربية تركز على جذب استثمارات إنتاجية، استثمارات كتخلق القيمة المضافة العالية والربح العالي لأصحاب رؤوس أموال، ولا تخلق أي فرص شغل، وكتعتبر أن فرص الشغل واليد العاملة هي تكلفة يجب إزالتها. كخلاصة، ما حدنا غاديين في هذا الاتجاه، ما غاديش نقضيو على البطالة، بل بالعكس غنزيدو نضخمو البطالة وغنزيدو نوسعو الهامش الكبير بين 1% ديال المقاولات كتحقق مليارات الدراهم ديال الأرباح، و99% ديال المقاولات اللي واكله الدق واللي كتزيد تخلق لنا مجموعة من العاطلين عن العمل.